يعني هل اطلاق كلمه الشهيد على ابو عزيزي في تونس شجعت اليائس والمحبط ان ينتحر؟ شوفي حضرتك، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. يعني الفكر ايه؟ ولا في نكته بتتقال يقول لك ده حافظ مش فاهم. هل تونس تنطبق على مصر؟ لا. يعني معلش، مش عايز يعني احول مشهد درامي لمشهد مضحك. لا بس خلينا نتكلم الكلام اللي يوصل للناس. اللي شاف حاجه حصلت في تونس فراح قال لك ايه، طب نعملها كربون. مش فاهم. ده مش فاهم. النهارده يتجمع الشمس نبني مصر. كفايه بقى 30 سنه خد هنبني مصر النهارده. انا عايز اقول لك خبر، انا الان متجه للتلفزيون المصري ان انا ممنوع من دخوله من 10 سنوات. اول مره هدخل التلفزيون المصري الان علشان نقول يلا نبني بلدنا. كتاب اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. دكتور عمرو خالد، هل من نصيحه توجهها للمصريين؟ هل من نصيحة توجهها للمصريين في هذه اللحظة؟ الرحمة يا مصريين، اوعوا تصفية الحسابات، اوعوا التخوين من الآن. صفحة جديدة لنا. اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا يا عمرو، وانا سعيد اكون معاك النهارده. ده شرف لي يا دكتور، وبنشكرك على حضورك، والحقيقه اول مره ليك في التلفزيون المصري. قبل ما ندخل في التفاصيل، عايز انطباعات حضرتك ومشاعرك في أول لقاء ليك على التلفزيون المصري. طبعا يعني شعور جميل يا عمرو ان انا كمصري اقدر ادخل التلفزيون المصري. وسعيد ان اكون معاك، كوني ان انا وانت قاعدين النهارده بنتكلم على التلفزيون المصري عشان مستقبل مصر، يبقى في لازم حاجه حصلت. اعتقد في حاجه حصلت اسمها الثوره. اسمها الثوره. أهلا بكم مرة تانية. معانا صديق وأخ غالي علينا. يعني أنا متأكد أن العالم العربي كله استمع ليه بثلاث وجوه مختلفة: وجه ديني، ووجه إداري، ووجه تخطيطي قيادي. أنا معايا أخي وصديقي الدكتور طارق السويدان. أهلا وسهلا دكتور. أهلا دكتور، وسعيد بلقائك، وسعيد يعني بالفرصة مبارك الثورة لك ولمصر وللأمة كلها. يعني أنا متخيل أن احنا الاثنين على الفضائية المصرية وعلى القنوات المصرية وجها لوجه قاعدين، تالي حلم وخيال. طبعا يعني شيء يعني اصلا على التلفزيونات الرسميه نادر، فما بالك بالتلفزيون المصري يعني. فالحمد لله اللي رفع عنكم الاستبداد وادخلكم في اجواء الحريه. انا عندي يعني شعور كبير بالاجواء الحريه اللي قاعد اشوفها في مصر. وعندي شعور كبير ان مصر حتعود قريبا تقود الامه للحضاره والنهضه كما كانت من قبل. الله المستعان. دكتور وائل، احنا نعرف بعض من امتى؟ فاكر؟ من زمان. يعني انا كنت ساعتها كنت في الجامعه تقريبا، وانت كنت بتخرج. لا انت ما تكبرنيش قوي كده. كنت متخرج ولا لسه؟ لا انا كنت لسه في الجامعه طبعا. كنت لسه في الجامعه؟ كنت في اولى جامعه او ثانيه جامعه. كنا نلعب كوره. كنا بنلعب كوره، نتقابل في المهندسين. ايام وايام وايام. طبعا هو الحقيقه الاقتراب من الدكتور عمرو خالد مكسب بكل امانه، يعني لان هذا الرجل عشقناه قبل ما نلتقي به، ويكفي انه اصبح من الرموز في العالم، والأرقام والإحصاءات بتدل على ذلك. فدائما الاقتراب من الناس الطيبة شيء جميل. ناس كتير قوي لما بتشوفني بتقول لي الدكتور عمرو خالد في وجه شبه كمان بيننا وبين بعض. هو أصغر كتير إنما في نوع من أنواع الشبه، حتى الصوت في نوع من أنواع التشابه. ده بيشرفني جدا. في يوم من الأيام قبل الثورة كنت راكب أنا وحمزة نمرة في عربية بنتكلم عن المستقبل، وكان صدر الألبوم الأول لحمزة نمرة. في اليوم دوت قلت له، مش فاكر هو يذكر ولا لأ، قلت له يا حمزة، عبد الحليم حافظ شارك في صناعة ثورة. يا حمزة أنت تستطيع انك تكون مشارك في صناعه ثوره، والله زي ما بتقول كده. دارت الايام وكان حمزه نمره
عند حسن ظن الشباب جميعا، لأنه كان مصر في الزمن الصعب إنه يقدم فن هادف مش فن مبتذل. فعاش حمزة نمرة وأغانيه عاشت لأنه قال كلام محترم. لأن هناك ملايين يتساءلون. مش هقول لك يا أيمن، مش هقول لك علشان يفضل في حد ابنك يا أيمن يسمعه بعد 3 سنين. النهارده ممكن تشتموني النهارده، لكن ممكن تقولوا لي كتر خيرك بعد 3 سنين ان فضل حد يقول قيم بيتقال عليها مثاليه بعيده عن امر الواقع، لكن لعل ابنك يسمعني او لعل ابني. فاديني المساحه دي ارجوك. لكن دكتور عمرو، ما هو اساسا هناك من سيحسب سكوتك هذا موقف أيمن سياسي. انا رديت عليك يا ايمن. طيب. انا رافض انك تقوم بعمليه ضغط في واحد بيقول لك خلي واحد يقوم بدور مختلف. يعني انتوا قناه محايده، فسيبني اقوم بهذا الدور. ما هو انا عشان محايد بسال حضرتك عن يعني انا رديت عليك يا ايمن. طيب. انا رديت عليك يا ايمن. طب هل ايات أنا في الحقيقة في الآخر ميال للاختيار التالت، يدي الفرصة. يا جماعة الناس بتتوب، والأصل في المرأة الوفاء، والأصل في المرأة عدم الخيانة. وإذا حصل الخطأ ده فوجدت فيها توبة صادقة، اديها فرصة. والمرأة لما ما بتكونش وفية، لو حصل منها عدم وفاء قد يكون السبب أخطاء منك مش مبرر، بس راجع نفسك زي ما قالوا في الأول. وكان هذا الموقف من الدكتور عمرو خالد السبب في ان انا اعرف يعني ايه مضى زمن النوم، مش من النبي عليه الصلاه والسلام، من انسان عايش في وسطنا حفظه الله.